علمت؟ لأنه شوف أنا بتكلم كلام خطير الحين وأسأل الله أنه يصل. دائما رجل الدين أو المفتي بيده السلاح. ما أدري متردد أقولها بس بقولها، اسمعها كعاقل. رجل الدين بيده السلاح. السلاح الأول الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة. السلاح الثاني سد باب الذرائع. عرفت في وصلت الفكرة؟ يعني لما يريد يقول حلال يقول لك الأصل بالأشياء الإباحة، يرفع الأصل في الأشياء الإباحة. لما يريد يقول حرام ترى حرام، سد باب الذرائع. فهذا السلاح خطير جدا خطير. وقت ما يريد يرفع الكرت الأصفر الأصل في الأشياء الإباحة، ووقت ما يريد يرفع الكرت الأحمر سد باب الذرائع. فيقول لك مثلا اختلاط حرام، سد باب الذرائع. مثلا العمل في المستشفيات حرام، سد باب الذرائع. صح؟ زين كذا كذا الأصل في الأشياء الإباحة. هذا السلاح خطير جدا خطير. لهذا احنا نحتاج ليس من يستخدم هذه الأسلحة على هواه. احنا نريد دين ربنا. يعني أنا سألت سؤال أمس، قلت قبل المذاهب الأربعة كيف الناس عاشت؟ قبل وجود الأئمة الأربعة وغيرهم كيف الناس عاشت؟ كيف قبل كان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. وش هو؟ كتاب الله وبس. هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تمسكتم به لن تضلوا. نحن لا نتمسك بالمذاهب أكثر ما نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا المذهب الفلاني يقول. فالشاهد نحتاج دين أراده الله وليس هوى النفس ولا البشرية. نريد دين الله يريده، نريد خطاب الله يريده، الوسطية، التسامح، عدم إقصاء الآخر، عدم نبذ الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع يهودي. أنا بقول يعني تصور لو انتشرت صورة لوسيم وأنا آكل مع واحد لابس صليب. أقول لك تصور إني أنا انتشرت صورة لي وأنا أصلي باب كنيسة، شو بصير فيها؟ شو تتوقع كتبي؟ والله وأنا باب كنيسة شو تتوقع؟ بالله شو أنت شو يعني المحترم شو بقول؟ لقد كفر الذين قالوا إن صح قال لها صح؟ أو ويحه انظر كم حذرناكم من وسيم انظروا قد كفر. عمر بن الخطاب صلى باب كنيسة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكل مع يهودي. هذا التسامح ما نقلته لنا عدسة الكاميرا لأنه لم توجد كاميرا. أتمنى لو كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كاميرا لرأينا النبي صلى الله عليه وسلم ويقف مع جارية تسأله ويجيب. لرأينا النبي صلى الله عليه وسلم ويقف مع اليهود. لرأينا النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل طعام اليهود. لرأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج قبل إسلام يا صفية. لرأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقبل دعوة اليهودي لبيتي وهو يزور يهودي وهو مريض. لرأينا عمر وهو يصلي باب الكنيسة. هذا ديننا. لكن البشر غيروه. البشر خطاب الدين جعل انه حنا شعب الله المختار اصبحنا. وش اختلفنا عن الصهاينة؟ الصهاينة قالوا نحن شعب الله المختار. لو جاء صهيوني من غير ملتهم رفضوه، يجب أن يكون من سلالتهم. وهذا خطأ خطأ. حتى نحن لا نريد نتبع هذه السياسة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في قمة التعايش في وقت كانوا لا يعرفون التعايش. كان العربي يقتل العربي. تصور يعني أعطيك مثال على التعايش. الأخطل كان نصراني، الأخطل كان شاعر نصراني. الفرزدق وجرير كانا مسلمين على الإسلام. وكان الأخطل 24 ساعة يذمهم ومثل ما يقولون يعني ما يخلي لهم. هل جاء أحد ورحمة السيل تتجرع على المسلم يا عدو والله النصرانية الكافر وقطع عنقه ولا الأمور طيبة شعراء ببعض وخلهم يتكلمون. شوف ما كان التعايش موجود قبل. لكن نحن لأن تكلمنا بخطاب ديني أراده بعض البشر أو أرادته البشرية جعل الخطاب دين لا يقبل الآخر. فنحن في هذا الزمن نحتاج خطاب ديني يقبل المخالف، يقبل الآخر. يعني أنت تصور عندي خطاب ديني ما أقبلك حتى توافقني، وش فايت؟ يعني إذا خلاص وين هويتك وين كذا؟ هذا الذي نحتاجه. وهذه الرسالة التي أحببت أن أوصلها للناس كافة. نحن في زمن نحتاج فعلا لإبراز الوسطية بأوج
تفاصيلها وقمتها. احنا ذقنا وبال التشدد، داعش، ذقنا وبال التشدد، داعش قتلونا وسفكوا دماءنا وانتهكوا بلادنا، وذقنا وبال الرجل السياسي الديني أو الديني السياسي كالإخوان، ما تعرف، ما لهم لا وجه ولا قفا كما يقال. ذقنا وبال. أخرجوا لنا الوسطية، خلينا نشوفها، خلينا نشوف الوسطية. تعبنا بصراحة، تعبنا تشدد، تعبنا جدا. وكل يوم أقرأ كتاب أعلم أننا فعلا كنا في غفلة، في غفلة كبيرة. لا أريد أن أذكر أمثلة، لكن أحب أن أقول لكم المتشدد لا يريد منك أن تفكر، والحزبي لا يريد منك أن تفكر. من يدعو للوسطية هو الوحيد الذي يشغل عقلك قبل أن يعطيك الإجابة.